السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشجع الجميل، عيد أضحى مبارك عليكم جميعا بإذن الله، ويا رب يجعل أيامكم كلها أعياد وهنا وسرور وفرحة وسعادة وصحة وستر وكل حاجة حلوة بإذن الله ليكم جميعا. قولوا يا رب، قولوا آمين. في ظل بقى الأعياد والمناسبات وإحنا بقى واخدين أجازة والكلام ده، ولكن الكابتن خالد الغندور له رأي آخر في فيلم وإعلان يعني النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي لفيلم ولاد رزق 3. القصة هنا في الكابتن خالد الغندور بعد ما شاف الاعلان وكده ونزل قعد يقول لك تعصب وفتنه وحاجات كده من هذا القبيل اصلا هي مش موجوده على الواقع. يعني عزيزي المشجع، انت لو ليك اي زملكاوي وبتتكلم معاه في القضيه كده هتلاقي الموضوع كله ما بيخرجش بره اطار التحفيل والهزار والبتاع، لكن فتنه بقى والناس نزعل منه والكلام ده ما حصلتش. كلنا لنا اصحاب ولنا زملكاويه والكلام ده كله، ولكن ما بيحصلش فتنه. ولكن الكابتن خالد الغندور عايز يكبر الموضوع ويضخمه. تمام ماشي، خلينا نمشي معاه في السكه دي ونشوف هو الكابتن خالد الغندور بيعمل ايه قبل كده. نيجي نتكلم على كلامه ونفسره، الا وهو ان اللي بيحصل ده او الاعلان ده فتنه وبيثير الفتنه ما بين الجماهير وبيثير التعصب وما شابه ذلك. والجزء الثاني وهو المقاطعه، ان لازم الناس تقاطع والكلام ده كله. طيب خليني اقول لك بس يا كابتن خالد، انت هنا بتوجه السؤال لمين وبتوجه اللوم لمين؟ انا كاهلاوي مالي؟ انا كمسؤول اهلاوي مثلا مالي بالكلام اللي انت بتقوله ده؟ ماليش اي علاقه. حضرتك تزعل من اعلان الفيلم انه استدعى ترند مثلا وخد لقطه كده كانت عليك المفروض والقضيه ممكن والكلام ده كله، تمام، من حقك كزملكاوي انك تزعل، مفيش مشكله، ما اقدرش انكره. ولكن انك تطلع تلوم اهلاويه، طب احنا مالنا؟ ما تلوم الناس المنظمه والناس المسؤوله عن الفيلم والمنتجين للفيلم، ولا مش هتقدر تلومهم يا كابتن؟ ده سؤال برضه. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه الا وهي المقاطعه، ان انت لازما تقاطع الفيلم ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب ما حضرتك لما وي كانت عملت اعلان قبل كده واستدعت الشوالي بصوته كده وقال ايه؟ وي علي وي القضيه ممكن والكلام ده كله، صح ولا لا؟ ما حصلش اعلان من وي بالقضيه دي. انت وقتها ما طلعتش ليه قلت نقاطع وي ونلغي اشتراك النت ومش عارف ايه وما ينفعش وبتعمل تعصب؟ هل طلعت قلت الكلام ده؟ ابدا. ده انت كنت واحد من الناس يمكن اكثرهم، كل ما لاعب عندك في الزمالك يجيب جون تطلع تقول اللاعب الفلاني حط القضيه، شيكابالا جاب جون القضيه، خلاص كده احنا لغينا القضيه بتاعت قفشه وهنقول قضيه مش عارف اللاعب الفلاني، وهكذا. انت نفسك كنت بتستغل القضيه دي اكتر من مره عشان تطلع تحفل على جمهور الاهلاوي، ولا ايه؟ ما حصلش منك الكلام ده؟ حصل مرارا وتكرارا يا كابتن خالد. طب ليه دلوقتي بقت وحشه وكخه وبتعمل تعصب؟ اما بقى الجزئيه الثانيه وهي جزئيه ان الفيلم ده بيخشوا عائلات واسر ومش عارف ايه واعمار سنيه وحاجات من هذا القبيل وده بيعمل تعصب. طيب يا عم، انت نفسك لما كنت موجود، مش هقول لك بقى كنت فين، لا انت كنت موجود على قناة الزمالك، ولما كان موجود مسؤول الزمالك ورئيس الزمالك السابق سيد مرتضى منصور كان بيطلع ليل نهار يهين ويقلل من رموز كتيرة جدا ويقول ألفاظ ما ينفعش تتقال على الهوا مباشرة. وهنا بقى ده مش فيلم في سيما الناس هتروح له، لا ده هنا قناة بتخش كل بيوت الناس، أطفال وصغيرين وكل الناس بيشوفوها. فبالنسبة لك ما كانش ساعتها حاجة بتثير التعصب وما كانش ساعتها حاجة مستفزة؟ أيضا لما أنت كنت موجود وكان الناس الضيوف عندك ومن ضمنهم محمد رجب لو نفتكره الصحفي اللي طلع وقال على رئيس لجنة التحكيم إنه شاذ وحاجات من هذا القبيل، وأنت ما كانش ليك رد فعل ساعتها نهائي. ساعتها اللي كانوا بيقولوه ده ما كانش بيثير التعصب، ما كانش بيثير الفتن، ما كانش بيقلل علاقات خارجية ما بين دول ومسؤولين، ولا ايه يا كابتن خالد؟ دي كلها امور كانت ساعتها بالنسبة لك عادية وما بتثيرش التعصب، ولا لا؟ وهنا انا مش طالع بدافع عن فكرة فيلم ولا ايا كان ولا الكلام ده كله، ولكن الفيلم محقق ايرادات عالية جدا بالمناسبة يعني، والمقاطعة والكلام اللي انت بتقوله ده ملوش اي تأثير على الواقع. حتى انت طلعت في فيديو قلت الكلام ده، قلت ان الواحد ده ايه ده، الناس ولا واخده بالها بالتعصب ولا واخده بالها مش عارف ايه ولا من اي حاجه، ولا حد هياخد باله، حضرتك بس اللي خدت بالك. هنا صناع الفيلم خدوا نجوم الاهلي، لان الاهلي لما بيخش في اي سلعه ايا كانت بيزود ترويجها بشكل كبير جدا، والناس هنا عايزه تكسب وتجيب ايرادات، فبالتالي تستعين بمؤسسه ناجحه تقدر ان هي تروج من خلالها، عشان عارفه وضامنه ان القرشين اللي هتدفعهم
للاهلي ونجومه هيجي عليهم بعوائد كبيره جدا. مش تقول لي بقى مقاطعه وكلام من ذلك. يا كابتن خالد خلي كلامك دايما متوازن، وخلي امورك دايما تكون بمسطره واحده، مش اي حاجه بقى وخلاص وان انا اطلع اقول كلمتين اثير بيهم مشاعر الجماهير، لكن لو دورت على ارض الواقع ولا في فتنه ولا في تعصب ولا في يحزنون. كل الامور هي دعابات ما بين الجمهور وخلاص على كده. مش كده ولا ايه؟ في نهايه الفيديو يا صديقي ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو مش تابعنا يا ريت تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.